طبعا اشتريت اليوم من اخواننا الاشقاء الصينيين من اسواقهم، اشتريت هاي العلبة كاملة على اساس المفروض نطبخها. خلينا نشوف ايش بيها. هذا اخطبوط مدري كراماري مدري شو يسموه، وهذا محار. خلينا نطبخها، تابعونا للنهاية ونشوفها شلونها بالله. وهذا شرم صراصير البحر مدري شو يسموها، وهذا هم شرم. وهاي مدري شني كبة حامض مالتهم صينية، وهاي كبة برغل هم صينية. هذا فطر البيبي مالته اخوتهم الصغار. هذا جرجير، طبعا هذا جرجير انا متأكد منه يسموه واتر كراس. شوية فلفل ملون. بس هاي شنو هاي راس سمكة، راس سمكة بس عندها شوارب ابو شنب. وهاي همين السمكة هاي نغسلها. وهاي همين سمك سموك. بعد شنو طلعت الباقي كلاوات فجل وش اسمه. تابعونا خلينا نشوف بالله. بعد اخطبوط. هذا اخطبوط يجي يذبح ووصل لهنا. الشعب الصيني ما له حل يعني اخواننا الاشقاء. خلينا نشوف ايش بيها بعد. هاي كلها كلاوات. خلينا نجي نطبخها. اشتريت صاص جديد وخلينا نشوف شلون راح تطلع. اي والله تابعونا. طبعا حطيناها شوية تنسلق نص سلقة ونذب مايها. وهذا الصاص اللي اشتريته هو هذا يعني ما تطبخ بالصيني تخلي من هذا. وشوية عندنا من هذا الحار هم حاطين لنا اياه. تابعونا لنا خلينا نشوف شلون ناكلها. لين راح احكي صيني ودلوقتي سلقنا كل حاجة. بص زي الجمبري صار لونه برتقالي معناتها استوى. بص المحار ده زي اتفتح. اخوك وضح من بعوبة. تابعونا حتى نكمل الطبخة. ودلوقتي نرمي المية كده، المية الوسخة. ايوه شانغو صيني ومصري. غيرنا المية بتاعتها ونحط الجمبري والبتاع ده. هسه نحط هاي الغراض مالتهن دلوقتي كده زي كده. ايوه بصوا كده ازاي. ونخلي هذا الصاص مالتهم. ولا حد لا يسألني شو اسمه هذا الصاص لان انا شخصيا ما اعرف شو اسمه بالتشاينا. ونجيب هذا الصاص الثاني سبايسي الحار. حرامات ما عندي هاي الطاوة مالتها. وهسه خلصت المهمة يعني. هذا المنظر الحلو الجميل. وما ادري شنو طعمه راح يكون جميل لو مو جميل ما ادري. الوضع يعني كله بحري. اي والله لا شو نسوي. تشاينا. اخوك وضاح من بعوبة.